السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي أينما كنتم. إلا كنتم مشتركين معنا في القناة كندعوكم تشتركوا معنا في القناة وتضغطوا زر الجرس باش توصلوا دائما معنا بكل ما هو جديد. بسبب واحد القطة اعتلت كتف شيخ أثناء إمامته للصلاة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه اللقطة اللي تمكن من خلالها الشيخ وليد مهساس باش يعكس المعنى الحقيقي للرحمة. الشيخ وليد مهساس هو جزائري، إمام مسجد أبو بكر الصديق في حي 12 هكتار بولاية برج بوعريريج شرق الجزائر، وتصنف من بين الأصوات يعني الرائعة في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، كما يداوم كذلك على إقامة الأمسية القرآنية لحفظ وتجويد القرآن ضمن مسابقة برائم البيبان. الشيخ الجزائري كذلك يقدم خطب صلاة يوم الجمعة، كما يقدم دروسا خاصة بشرح وتفسير الدين الإسلامي والعلوم الشرعية، ومنها ما يتعلق كذلك ببر الوالدين. في تصريحات لقناة رؤيا الجزائرية علق الإمام على واقعة تسلل القطة على الكتف ديالو وقال: كنا في عرس قرآني وقضينا ساعتين من أروع ساعات العمر مع القرآن الكريم، وأوجه تحية لكل الصغار والرجال والنساء، وكندعو لأهل هذه البلدة اللي اشتهر أهلها بحفظ القرآن الكريم باش يحفظها ربي ويبارك فيها. هذا الفيديو اللي تداول بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وصل أيضا لوسائل إعلام غربية، حيث تعاد النشر ديالو وعاد النشر ديالو هيئة البث البريطانية BBC وشبكات CNN كذلك. وبعض المغردين علقوا على هذا الفيديو قالوا بأن القطة هدية من الله عز وجل للشيخ وليد مهساس. في هذه الليلة المباركة أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل صوت الشيخ وهو يتلو القرآن إلى مسامع كل سكان الأرض. يا سبحان الله. وكتبات واحد المغردة باللغة الإنجليزية: فيديو رائع، يمكن لك معرفة أن الإمام والقط صديقان عزيزان، حيث تحتضن القطة وجه الإمام بلطف، وأثناء الصلاة يساعد الإمام القط على كتفيه. حب الحيوانات أمر رائع، أن تراه الإمام له صوت رائع أيضا. وقالت أخرى: قط جميل نموذجي يريد كل الاهتمام. كانت ردة فعله أي الإمام جميلا فقط، حيث أظهر لطفه مع القطة مع الاستمرار في الصلاة.